بسم الله الرحمن الرحيم. لا للتذمر، لا للقلق، لا للتوتر، لا لفقد السيطرة على الذات، لأن الله سبحانه وتعالى يسير الكون كيف شاء بحكمة بالغة. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى فهذا دليل إيمانك. الله لا يبتلي إلا أهله وخاصته والمقربين منه، ولا ابتلاء إلا للمؤمن، ولا ارتقاء إلا بالابتلاء. ثانيا، تختبر صبرك، تختبر جلدك وتحملك، فالصبر من الجسد بمثابة الرأس من الجسد. الصبر في علاقته مع الإيمان كعلاقة الرأس مع الجسد. وثالثا وأخيرا، تختبر معادن من معك، من حولك، من يحميك، من يشد عضدك ويساندك، ومن يوليك الدبر ويتخلى عنك. فلا تقلق.